أهلا بكم في حلقة جديدة من الكرة مع زيكو، وتحليل لمباراة النادي الأهلي وتيبي مازيمبي في إياب نصف النهائي الإفريقي 2024 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. بداية ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته هذا الانتصار، ويعتبر هو انتصار تاريخي لأن النادي الأهلي النهاردة وصل إلى النهائي رقم 5 تواليا من 2020 2021 2022 2023، والنهارده بيصل الى النهائي 2024. بيعادل لقب ريال مدريد اللي وصل لخمس نهائيات تواليا في دوري الابطال. ولكن زي ما انا قلت في البث المباشر من لحظات، ان شاء الله ما القناه تحمل ان شاء الله الحياه تحمل، ان الاهلي بقى له رقم تاني ما وصلوش اي نادي اخر على مستوى العالم، هو الوصول الى ست نهائيات في بطولتين مختلفتين. الاهلي ده حققه في الثمانينات، في من اول 82 لغايه 87، ولكن حققوا فيه ثلاثه دوري ابطال وثلاثه في كاس الكؤوس. 82 83 87 دوري ابطال كسب اثنين وخسر واحد 83، وفي كاس الكؤوس 84 85 86 كسب الثلاثه واحتفظ بالكاس. فالنادي الاهلي بيحطم الالقاب في افريقيا، بيعادل ارقام ريال مدريد. بنقول ان هو ممكن يكون الاكثر تتويجا ان شاء الله خلال سنه او اتنين. يعني ارقام تاريخيه النهارده بصراحه في الحياه النهارده في لقاء تيبي مازيمبي، والاهلي ضرب موعد مع الترجي التونسي اللي بنهنيه لوصوله الى نهائي دوري الابطال منذ فتره ليست بالبعيده، وبعد فوزه على سان داونز في سان داونز 1-0، وقرر نتيجه لقاء الذهاب بردك 1-0. نرجع للقاء النادي الاهلي وتيم مازيمبي اللي عليه حاجات وشغل كبير جدا احنا هنتكلم عليه. تشكيل النادي الاهلي النهارده بدأ بمصطفى شوبير لحراسة المرمى، علي معلول، عبد المنعم وربيعة وهاني في خط الدفاع، خط الوسط أكرم وكوكا والسولية، وخط الهجوم كان عبد القادر وتاو ووسام، وطريقة اللعب مارسيل كولر كانت 4-3-3. واحد يقول لي طب التشكيل ده هو أفضل تشكيل؟ أقول لك في ظل الغيابات وفي عدم جاهزية بعض اللعيبة أقول لك ده يعتبر أفضل تشكيل. ولكن وحط تحت لكن ديت 100 خط. الشوط الاولاني الاهلي كان ممكن يخلص اللقاء بدري بدري كده بكورتين، والاحيانا كره السوليه كان يطلع على الاقل كسبان 1-0، وكان رايح الدنيا ورايح الجمهور من الضغط العصبي اللي حصل في الشوط الثاني اللي فيه تقلبات كتيره قوي، والاحيانا كره السوليه. ولكن الاهلي اعتمد على الكرات الطويله، لان الخط تيم مازيمبي لعب بستاره باثنين مهاجمين الاول، وكان بيلعب 4-4-2، فهو كثف في خط الوسط واحد زياده، كان دايما بيضغط على محمد هاني، فكان دايما بيرسي تاو يرجع يدافع، فبرضك بيرحل اكرم توفيق على الجهه الثانيه. وكمان السوليه النهارده كان يعني طبعا السوليه طبعا لعيب كبير جدا، ولكن النهارده السوليه النهارده كان مستواه كان اقل من المتوقع، لان كان الحركه بطيئه، وكان هو اللي كان لازم ينقل الكره من الدفاع للهجوم، فكان غايب جدا عن اللقاء. وكان المفروض، ودي بقى علامه استفهام لمارسيل كولر، يا كابتن كولر احنا مش هنستنى لغايه الدقيقه 60 اول فاس تقع في الراس زي ما كان هتقع ويتغير في الدقيقه 60 كل مره. فكان تغيير السوليه كان لازم يتغير بين الشوطين، وينزل يا اما امام يا اما قفش، عشان يقدر ينقل الكوره بطريقه سهله لخط الهجوم، لان كل الكرات الطوليه اللي كانت بتطلع من رامي ربيعه او عبد المنعم او حتى من اكرم او من السوليه ما كانتش مظبوطه، مش طالعه مريحه لعبد القادر ولا طالعه لبريس تاو ولا طالعه حتى لوسام. فكان لازم يغير في الدقيقه 60، عفوا في بين الشوطين، مش يغير في الدقيقه 60، يعني مش هستنى لغايه الدقيقه 60 وتيجي تغير، فدي مشكله. طبعا نقطه يعني الفاصله في اللقاء هو الغاء هدف تيم مازيمبي، وتحديدا الفار يعني لعب دور كبير ان هو يوضح لمسه اليد من المدافع او المهاجم بتاع مازيمبي بعد ما رباه لعبها بدماغه، والكره اتحولت بايده للجهه اليسرى اللي جه منها الجون. طبعا الجون ده اذا كان اتحسب او ما كانش فيه الخطا ده
كان هيصعب اللقاء بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. ليه بقى؟ لان احنا شايفين الحارس مرمى تيمي مازيمبي قاعد يضيع في وقت، اللعيبه كل شويه بتقع، وكمان الحكم مش مدي حمايه كامله للاعيبه النادي الاهلي. حمايه كامله معنى ايه؟ ان هما بيضربهم ما بناخدش حقنا في الفاولات، وكمان هما بيقعوا فالحكم بيديلهم مساحه كبيره. فطبعا ده كان هيعمل مشكله جامده، خصوصا يكون جاي في الدقيقه حوالي 58. فطبعا انت بتتكلم بقى في فرقه ممكن تضيع لك بقيه الماتش وتقع والكلام ده كله. وقولوا خلي بالك الناس بقى القدام يفتكروا تيم مازيمبي في النهائي مع الاسماعيلي في مطلع الالفيه في 2003، لما عملوا نفس الحركات ديت مع الاسماعيلي في الاسماعيليه وضيعوا الماتش كله، ما كانش فيه كوره. فطبعا الفرقه في باك جراوند ليها. فطبعا قلنا يا عم موديس احنا مش هنستنى لغايه لما الدقيقه 60 تبدا تفكر تغير. النقطه ديت مقابلها كانت نقطه تغيير السوليه بامام، وامام لما نزل فعلا نشط الجبهه اليسرى بتاعت علي معلول، لان هم عندهم مشكله في الجبهه دي. الواد المونيتير اللي كان موجود ده خلاص بيلعب والكلام ده كله، كده عنده ثغرات كده جدا، اللي هو ارتداده ما هوش سريع. فبتلعب لو لعبت من وراه زي ما حصل في الشوط الاولاني في اول ربع ساعه ممكن تعمل حاجه. ده اللي حصل، ده اللي حصل. طبعا ده حصل تحديدا في الجول الثاني، لكن الجول الاولاني بقى عشان الحارس بتاعهم كان بيتمادى في ان هو بيضيع وقت، يقع ويقوم ويقع ويقوم. فطبعا الكوره بتاعت عبد كانت كوره سهله، كان ممكن يمسكها، لكن عشان بقى ربنا وعشان اللي كان بيعمله الكوره جت جول. طبعا ده كان نقطه ثانيه مع الجون الثاني. بعد كده الاهلي بدا يلعب اللي هو بيدافع وياخد الكوره على المرتدات. طبعا تغيير معلول بمتولي دي تغييره مهمه جدا، لان هو قفل وسط الملعب عشان ما يشوطوش على مصطفى شوبير، لان هم كانوا بيحضروا الكوره عشان تشاط. فمتولي قفل وسط الملعب وراح على الكوكا لعب باك شمال، وده كويس جدا عشان يقفل على الكابتن بتاعهم اللي هو الاخ اللي كان المفروض كان يطرد الباك بتاعهم. لكن الحكم طبعا ما طردوش، لو له كورتين، كوره مع علي معلول وكوره مع عاشور، وهو كان يطرد فيهم. طبعا ده ما حصلش، فطبعا كان بيطلع قدام فكوكا قفل عليه لغايه لما جبنا الجون لاكرم توفيق، اللي انا بعتبره نجم المباراه الاول، يعني هو شال كوره من على خط الجون. دي برضك كانت نقطه تحول برضك في اللقاء، زي اللي هو النهارده جهد وفير جدا في قطع الكرات. ما حسيناش النهارده غياب مروان عطيه صراحه يعني. فده ادى الى ان ربنا كافئ اكرم توفيق في نهايه اللقاء واحرز الهدف الثالث تكرير لجهوده ومجهوده طول اللقاء. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، مجلس ادارته. عندنا ماتش صعب، انا بقول من دلوقتي اهو ماتش صعب مع الترجي. الترجي مستواه طول البطوله بينسق وبيرتفع. يعني ما يكسب سان داونز هناك 1-0. اي نعم سان داونز مش في مستواه، لان لعيبه سان داونز كلها اللي رجعت من كاس افريقيا كانوا بيلعبوا مع منتخب جنوب افريقيا راجعين منهكين، فسان داونز مش في مستواه. لكن الترجي مستواه بيرتفع، الترجي بقول اهوت مستواه بيرتفع، والترجي متعطش لبطوله، والترجي وصل الى كاس العالم للانديه النهارده. خلاص رسمي اكتمل العقد خلاص من الانديه الافريقيه، الاهلي الوداد الترجي. فاحنا بنقول ان ماتش الترجي عايز من مارس الكوره عايز شغل كبير جدا، ولا مجلس اداره النادي الاهلي من دلوقتي لازم يتحرك عشان يشوف الترتيبات هناك في ملعب رادس، عشان ما يتكررش النهائي الشهير بتاع 2017. فاحنا بنقول دلوقتي اهوت يكون في تحركات، تامين للبعثه، تامين للجمهور اللي هيسافر، تامين للمباراه، ما يحصلش اللي حصل في 2017 من ضرب والكلام ده كله، عشان نعرف نلعب المباراه في اجواء مثاليه. ان شاء الله الحلقه القادمه هتبقى على احصائيات الاهلي والترجي في البطولات الافريقيه والنهائيات تحديدا ما بين الفرقتين، وتحديدا النهائيات ما بين الفرقتين وكمان الفرق الاخرى. شكرا ليكم، ما تنسوش بقى لايك وشير كده، الله يستحقكم في القناه، ودمتم بخير.